احسن 8 تطبيقات على موبايلي بيسهلوا لي حياتي جدا، بيسهلوا لي حياتي في كذا اتجاه، مش بس انتاجيه مثلا او تايم مانجمنت اداره وقت، لا في كذا حاجه هنعرفهم مع الفيديو. كل تطبيق كده هقول لك عليه، هيقول لك هو بيعمل ايه بالظبط، وهقول لك هو بيسهل حياتي في ايه وبيسهل حياتي ازاي. خلينا نبدا، مش هطول عليك في المقدمه، بس قبل ما نبدا لو انت اول مره تشوفني على اليوتيوب يا ريت تشترك في القناه. يعني اول تطبيق عايز اكلمك عليه النهارده هو تشات جي بي تي. لو انت مش عارف يعني تشات جي بي تي عنده تطبيق بتعرف تنزله على موبايلك عادي، ولو انت مش عارف هو ايه تشات جي بي تي بالظبط فدي مشكله تانية. وايوه انا قاصد اقول لك ان دي فعلا مشكله، انت محتاج تبقى عارف ايه تشات جي بي تي عشان بجد هو بيأثر عليك حاجات كتير جدا. طب لو انت بقى عندك المشكله دي تقدر تشوف الفيديو بتاعي برضه اللي بيتكلم على تشات جي بي تي، ممكن يطلع لك من هنا اهو. دايما بشاور على منطقه وبيطلع من الناحيه الثانيه أو انا مش عارف بالظبط، بس هو يطلع لك من حته دلوقتي. حلو في ان تشات جي بي تي بقى تطبيق بقى، هو ان هو سهل التعامل مع تشات جي بي تي جدا، بحيث ان انا مش كل ما احتاج اتكلم معاه هدخل بقى على البراوزر واخش عليه واعمل لوجن، لا هو شغال على طول بفتحه واتعامل. وكمان في الخاصيه بتاعت ان انا بعرف اكلمه بصوتي، فبقى كانه واحد صاحبك انت بتعرف تكلمه، بس واحد صاحبك مش زي صحابك، هو واحد صاحبك جامد جدا، عارف ان انت جامد واصحابك جامدين، بس هو يعني اجمد. معلش، حد عارف كل حاجه، ممكن تخليه بصوت واحد او واحده وتكلمه في اللي انت عايزه، ما بيقولكش لا، بيجاوبك على اي حاجه انت عايزها. انا شخصيا تشات جي بي تي بيسهل عليا حياتي في ايه؟ بيسهل عليا حياتي جدا في فكره ان انا بعمل فيديوز وبجيب افكار، مش بس بجيب افكار، انا بقيفها على مزاجي. انا لسه عامل فيديو قصير على الانستجرام، لو انت مش عامل لي فولو على الانستجرام او التيك توك هتلاقي برده اللينكات تحت، يا ريت في الديسكربشن تعمل لي فولو، هتلاقي نفس الفيديوز اللي انا بتكلم فيها هنا بس فيديوهات قصيره بقى اللي هو دقيقه بالكتير. المهم ان انا لسه عامل فيديو على الانستجرام قصير بيتكلم على حاجات ليها علاقه بالكاريزما، بس وانا بحضره قلت لتشات جي بي تي انا عايز اعمل فيديو بيتكلم على كذا كذا كذا، بس عايز اقول النقط دي في قصه، ساعدني في الموضوع واقترح عليا قصه. طرح عليا قصه فعلا وطلعت حلوه جدا، وخلاني اعمل الفيديو بتاعي بطريقه مختلفه عن الطريقه اللي انا متعود اعملها اصلا، فدي حاجه جديده هو ساعدني فيها جدا. الذكاء الاصطناعي بشكل عام بيبقى عنده كميه داتا وكميه معلومات، خساره ان انت ما تستغلهاش. فلو انت مش بتستخدم تشات جي بي تي لحد النهارده بجد حاول تستخدمه في مجالك ايا كان هو ايه، بجد الموضوع ممكن يوصل بيك لحاجات انت ما وصلتلهاش قبل كده. بالمناسبه انا مش بس شغال كونتنت كرييتور او حد بيعمل فيديوهات، انا كمان كنت شغال قريب جدا كواليتي انجينير او مهندس جوده. انت ممكن تتخيل ان تشات جي بي تي هيبقى مفيد جدا في الحته الكرييتيف او في حته الفيديوهات بقى والديزاين والحاجات دي، بس لا انا كنت برضو بستخدمه في شغلي كمهندس جوده. كنت لما بيبقى عندي مشكله بقول له هي ايه المشكله بالظبط، وبقول له اقترح عليا حلول وازاي اخلي المشكله دي ما تتكررش تاني وازاي اعمل لها كنترول بشكل احسن. فتشات جي بي تي بجد انت ممكن تستغله في كل حاجه، مش بس الحاجات الكرييتيف او اللي هو الناس بقى صناع المحتوى اللي بيعملوا فيديوهات وبيحضروا منها والجو ده، محتاج بس توسع نظرتك شويه. خلينا بقى نخش على تاني تطبيق، وهو تطبيق بديهي جدا وعند اي حد، بس انا قاصد اقوله علشان انا بستغله وانت كمان محتاج تستغله، وهو النوت باد. النوت باد اللي على موبايلك او النوتة اللي على موبايلك انت محتاج تستغلها استغلال احسن من كده شويه. طب انا بستغلها ازاي؟ انا بستغلها ببساطه لما كل ما بفكر في حاجه انا مش عايز انساها بكتبها في النوت باد، عشان انا مش كمبيوتر في الاول في الاخر، انا بنسى. فلو افتكرت حاجه دلوقتي انا مش عايز انساها، عايز احافظ عليها، بكتبها في النوت باد على طول. افكار بقى، فيديوهات، اهلي قالوا لي اجيب حاجه من السوبر ماركت، اي حاجه محتاج احافظ عليها وارجع لها بكتبها في النوت باد على طول. فلو انت مش بتستخدمها افتكر ان هي موجوده على موبايلك، ولو مش موجوده نزلها واستخدمها. ممكن على فكره تكتب فيها خواطر عادي، افتح النوت باد حته مش بتاعت حد غيرك، حتى انت مش بتكتب على الواتساب او الانستجرام او حاجه متاحه لكل الناس، هي متاحه ليك انت بس، فتقدر تكتب اللي انت عايزه بدون حدود كانك بتتكلم مع نفسك. ودي على فكره حاجه مفيده جدا لو انت مش عارف، مفيد جدا ان انت تطلع كل اللي جواك حتى لو لنفسك انت بس. ده بيخرج كميه طاقه انت مش متخيلها عامله ازاي، ومش هتتخيل غير لما تعمل كده. انت بتبقى فاكر لما بتبقى كابت حاجات في نفسك ان انت مزنوق كده، انا ما عنديش حد طلعها، لا يا باشا انت عندك انت نفسك. انا لما كنت بعمل كده الموضوع كان بيساعدني جدا، انا كنت بخش ازعق واتخانق واشتم واعمل كل حاجه بدون حدود بقى، ما انا بكلم نفسي حرفيا، بس بطلع الكلام ده في صوره كتابه. لو انت مش بتستخدمها حاول تفكر في الموضوع ده. تالت تطبيق مفيد جدا هو كام سكانر. كام سكانر ده اللي ما يعرفوش هو تطبيق بيساعدك بالكاميرا بتاعه الموبايل تعمل للحاجه سكان. يعني ايه سكان؟ يعني انا لو حاطط مثلا صوره وبصورها كده فهي هتطلع شكلها غريب علشان انا مش بعمل كده بقى وبتاع وبقرب عليها، فببساطه هو بيعمل كروب للصوره دي وبيظبطها بحيث ان انت كانك حطيتها تحت سكانر بالظبط. ده بيكون مفيد في ان انت ترفع صوره 4:6 مثلا على ويب سايت معين، او ان انت تبعت دوكيومنتس او مستندات لحد، من غير بقى ما تخش في حته ان انا ما عنديش سكانر واروح المكتبه اعمل لها سكان والجو ده. رابع تطبيق مفيد جدا بالنسبه لي هو فوتوشوب. وايوه فوتوشوب عنده تطبيق على الموبايل. يعني انا اللي هقوله ده انا عارف ان هو ممكن يكون بديهي لاي حد عارف كويس في الفوتو اديتنج او ان هو بيعمل تعديل على صوره، فهو هيكون عارف بقى كذا برنامج وكده. بس انا بالنسبه لي فوتوشوب انا بحبه عشان متعود اشتغل على فوتوشوب على الكمبيوتر، ولما نزلت
نزلته لقيت ان هو بيعمل تقريبا نفس الحاجات او حاجات قريبه جدا من الفوتوشوب بتاع الكمبيوتر ده بالنسبه للتعديل على الصور يعني، واستخدامه بسيط جدا وسهل. فاتبسطت. حاجات زي ايه؟ حاجات زي ان انت لو عايز تشيل حاجه مثلا من صوره هو يعرف يشيلها لك. طبعا بيعمل تعديل على الالوان كويس قوي، بيعمل تعديل على البشره بتاعتك لو عايز تشيل حاجات وتنعمها والجو ده. لو متصور في حته وجنبك منديل مرمي على الارض مثلا وعايز تشيله وشكله مش حلو، ايا كان كل الحاجات دي فوتوشوب بيعملها. وانا بحب فوتوشوب جدا، بس هو الفكره بالنسبه لي يعني انا كاني بقول على برنامج تعديل على الصور كويس، فممكن يكون في زيه او احسن منه او مثيل ليه، انا ما اعرفوش. انا اللي عندي فوتوشوب والصراحه بستخدمه وحلو جدا معايا، علشان لو انا متصور صوره مثلا وعايز اعمل لها اديت ما بقتش مضطر احطها على اللابتوب علشان اعمل لها اديت، انا بعرف اعمل لها اديت على فوتوشوب على الموبايل. خامس تطبيق حلو جدا وسعفني كذا مره هو ريموت ديسكتوب. ده تطبيق تبع جوجل كروم، بتنزله على موبايلك علشان تعرف تتحكم في اللابتوب بتاعك او في الكمبيوتر بتاعك من موبايلك وانت في اي حته، بشرط طبعا اللابتوب يكون مفتوح يعني. فهو انقذني كذا مره فعلا، كنت محتاج ابعت حاجات من اللابتوب ما كانتش معايا على الموبايل، وخليتهم بس في البيت يفتحوا لي اللابتوب مش اكتر، افتحوه وبقيت بعرف اتحكم فيه او افتح اي حاجه من على اللابتوب بقى، افتح بقى برنامج، افتح تطبيق، افتح البراوزر، اعمل اي حاجه اونلاين. فالصراحه فكره حلوه ان انت تعرف تتحكم في الكمبيوتر بتاعك من بعيد، دي حاجه عمليه جدا. سادس تطبيق مهم جدا 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 لو انت بتخاف على الاكونتات بتاعتك، وهو اوثنتيكيتور. في تطبيقات كتير للاوثنتيكيشن. اوثنتيكيتور ده تبع جوجل برضه. الفكره في اوثنتيكيتور ان هو مش بيخلي اي حد يعرف يخش على الاكونت بتاعك، اي اكونت بقى، انستجرام، جوجل، فيسبوك، تيك توك، ايا كان، اي اكونت انت هتربطه بالاوثنتيكيتور ده، كل ما حد هيجي يخش على الحساب بتاعك هيطلب منه كود. الكود ده بيتغير كل 10 ثواني على اوثنتيكيتور، فمحدش هيعرف الكود ده او محدش هيعرف يجيبه غيرك انت. فببساطه لو مش انت اللي بتخش على حسابك مش هتعرف تفتحه. سابع تطبيق اعتقد ان هو عند ناس كتير، او ممكن ما يكونش عندك، ممكن ما يكونش فعال او شغال عندك قوي، هو جوجل فوتوز. انا ليه بقول جوجل فوتوز بالذات؟ علشان جوجل فوتوز بجد على مدار سنين طويله قوي حافظ لي على كميه صور انا ما كنتش متخيل ان انا احافظ عليها ابدا. يعني انا ما كنتش متخيل دلوقتي ان انا هيبقى عندي صور من سنه مش عارف 2012 حصل ايه، فهو خزن الصور دي موجوده من زمان، مش فاكر 2012 ولا 2000 وكام يعني، ممكن يكون بعد كده، بس الفكره في ان هي صور انا بحبها جدا وهو حافظ لي عليها. فبقيت حتى لو غيرت موبايلي ضاع مش عارف ايه اللي حصل، انا عندي جوجل فوتوز بخش عليه بالاكونت بتاع جوجل بتاعي، فبلاقي بقى كل ذكرياتي القديمه. فمن هنا بدات احس ان هو لا، ده تطبيق مهم جدا. لو انا مش حاسس بقيمته دلوقتي هحس بقيمته بعدين، لما الاقي صوري دلوقتي اللي ممكن ما الاقيهاش في حته خالص متخزنه عنده وهو محافظ عليها. فجرب كده تفتح جوجل فوتوز لو عندك وهتتفاجئ، عشان عارف ان هو ابلكيشن في العادي بيبقى مهمل او ما حدش بيفتحه. ثامن واخر تطبيق هو فوكس تو دو. فوكس تو دو ده بيساعدني لما بحب انجز حاجه، بمعنى ان انا في العادي لو انا عايز اعمل حاجه ببقى عايز اعملها بس قاعد اعمل كده بعملها شويه اسيبها شويه. طب ايه بقى اللي بيخليني انجز في الحته دي؟ حاجه اسمها بومودورو تايمر. لو انت كتبت في الاب ستور بتاعك او في البلاي ستور بومودورو تايمر هيطلع لك تطبيقات كتير قوي، ده واحد منهم. فانا بقول فوكس تو دو، بس انا مش عارف هو موجود على اندرويد ولا لا، عشان انا اللي عندي ايفون. بس انت ممكن تكتب بومودورو وهينزل لك تطبيق مناسب جدا. انا مش هكلمك على تطبيق نفسه، انا هكلمك على بومودورو تايمر علشان هو ده اللي يخليني انجز. بومودورو تايمر ده هو تايمر عباره عن 25 دقيقه، هو بيقول لك اشتغل 25 دقيقه وخد 5 دقائق او 10 دقائق بريك. فبدل ما انت بتبقى قاعد همدان مش بتعمل حاجه ومش بتنجز، بتشغله. وغالبا التطبيقات دي بيبقى فيها خاصيه كده لذيذه ان هو بيساعدك ان خلال ال 25 دقيقه دي ما تعرفش تفتح موبايلك اصلا، ما تعرفش تطلع بره التطبيق، ما تعرفش تفتح انستجرام، ما تعرفش تقلب في حاجه. انت 25 دقيقه رخام، 25 دقيقه هو بيعدهم لك انت بتشتغل فيهم بس. ولما بتعمل كده قاصد، لما بتفتح تايمر قاصد، فانت غصبا عنك بتبقى قاعد فعلا تشتغل، فبتشتغل بجد. فبجد انت ممكن تجربه وهتلاقي نفسك ان ال 25 دقيقه دي بجد انت انجزت فيها حاجات في العادي لو انت قعدت كده ممكن تنجزها في ساعتين. ولما تاخد ال 10 دقائق بريك ده، لو انت اصلا محتاج تكمل شغل تاني، هيبقوا بريك اللي هو ما فيهوش تأنيب ضمير، ده انت باخد بريك بترتاح فعلا. انا بقترح عليك ان انت تخش على الاب ستور او اللي هو الحته بتاعت التطبيقات يعني اللي على موبايلك، بتكتب بومودورو وهتلاقي تطبيقات كتير قوي هتساعدك في الموضوع ده، وبجد فعاله جدا. جربها بس. لو انت مستمر معايا لحد دلوقتي في الفيديو اعتقد ان هو ممكن يكون عجبك، فلو عجبك يا ريت تعمل له لايك، ويا ريت كمان تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش لحد دلوقتي يعني، وتفعل زر الجرس. انا عمري ما قلتها بس قررت اقولها بعد كده، فعل زر الجرس. وشكرا جدا ان انت اتفرجت لحد دلوقتي، وبس كده. السلام عليكم.